تفتكروا ممكن حد يجي المطار ويقدم باسبور لدولة مش موجودة أصلاً على الخريطة؟ سنة 1954 في مطار طوكيو راجل قدم باسبور لدولة اسمها تاورد. الموظفين اتصدموا، مفيش بلد بالاسم ده في أي مكان في العالم. الراجل حلف إن بلده موجودة بين فرنسا وإسبانيا، لكن اللي مكتوب هناك هو أندورا. خافوا يكون مزور فحجزوه في أوضة تحت حراسة مشددة ومعاه باسبور وتذاكر سفر رسمية. لكن الغريب تاني يوم الصبح لقوا الأوضة فاضية والراجل والأوراق اختفوا كأنهم عمرهم ما كانوا موجودين. هو كان جاي من بعد تاني ولا لغز ضاع للأبد؟ لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك ولايك وقولوا لي اعمل قصة عن ايه المرة الجاية. سلام.